سبحان الذي يعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار، وما اطول عليه الليل واشرق عليه النهار. سبحانه وتعالى سجد له سواد الليل وبياض النهار ونور الشمس ونور القمر، وإن من شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ما تحلو الدنيا إلا برضاه، وما تحلو الجنة إلا بشفاعة الحبيب محمد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي تعلم القرآن وعلمه فإن مت شهيدا. يا علي تعلم القرآن وعلمه فإن مت شهيدا. يا علي تعلم القرآن وعلمه فإن مت حجت إليك الملائكة كما تحج إلى بيت الله المعمور. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها ختامه مسك، ومسك الختام لهذه الليلة القرآنية لفقيدة عائلات باز وعائلات شطا حرم المرحوم بإذن الله عم الحاج عوض شطا، والدة الأستاذ عبد الملك عوض شطا، وعموم الأسرة الكريمة وكل من ينتسب إليهم من نسب وقرابة. جينا مشاركين الأسرة الكريمة واجب العزاء معي سويا إخوة الإيمان والإسلام مع عزاء العلم القرآني. صوت يسبح في ملكوت الله، وصوت يدعو في الأذن كدوي النحل في الخلية. ونبت بيت القرآن الكريم وابن الأزهر الشريف فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد المنعم عاصي، القارئ بجمهورية مصر العربية وعضو نقابة القراء الدقهلية والعالم الإسلامي كله، مدرس بالأزهر الشريف والمقيم بقرية مصر كريم الدين مركز شربين بمحافظة الدقهلية. ندعو له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله
ويفجرونها تفجيرا يومون بالأمر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ولقاه نظرته وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم
بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا لا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ
الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. اللهم اغفر لفقيدتنا وارحمها، عافنا واعف عنها، أكرم يا ربنا نزلها، وسع يا ربنا مدخلها، اسكنها فسيح جناتك. اللهم ثبتنا عند السؤال، وارزقنا خير المقال. اللهم اجعل الليلة خير لياليها، اجعل الليلة خير لياليها، اجعل الليلة أسعد لياليها. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارنا، وأهلا خيرا من أهلها. اجعل عن يمينها نورا، وعن يسارها نورا، ومن فوقها نورا، ومن تحتها نورا. واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. يا حنان يا منان، يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، يا أنيس كل وحيد، ويا حاضرا ليس يغيب، ويا قريبا ليس بعيد. آنس اللهم وحدتها، آنس اللهم وحدتها، آنس اللهم وحدتها. وارحم تحت أطباق الثرى غربتها. لقنها يا ربنا حجتها، واغفر لنا ولنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. زيادة في شرف النبي وآل بيته الكرام الفاتحة. لما سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه وهو في سكرات الموت: كيف أصبحت يا إمام؟ فقال: أصبحت عن الدنيا راحلا، والأحباب مودعا، وللأهل مفارقا، وعلى الله واردا، ولسوء عملي ملاقيا، ولا أدري أنفسي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. وكتب الله على ساق عرشه قبل أن يخلق الخلق: لا حيلة في الرزق، ولا شفاعة في الموت،
ولا رادا لقضاء الله تبارك وتعالى، ولا سلامة من الخلائق. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة، تلاها علينا سالكم العلم القرآني، صوت يسبح في ملكوت الله، وصوت يدعو في الأسر كدوي النحل في الخلية. ونبت بيت القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد المنعم عاصي، قارئ بجمهورية مصر العربية وعضو بنقابة قراء الدقهلية والعالم الإسلامي كله، مدرس بالأزهر الشريف والمقيم بقرية بوسط كريم الدين مركز شربين بمحافظة الدقهلية. نقلت على اسمعكم عبر إذاعة القرآن الكريم ومكبرات الصوت الحديثة وإذاعات بوسط كريم الدين وميت سلسيل والتابعة الهندسة الكهربائية الكبرى خارج فراش جمهورية مصر العربية الأولى، الاسطول المتحرك والمصرح له بالتنقل عبر انحاء الجمهورية، مهندس هاني سلامة الصغير والمقيم بقرية بوسط كريم الدين، مملكة تصوير ومصور الحفلات الدينية العالمي المهندس امير ابراهيم الكيال والمقيم بقرية بوسط كريم الدين، أسرة فقيدة عائلات باز وعائلات شطر، حرم المرحوم بإذن الله عم الحاج عوض شطر، والدة الأستاذ عبد الملك عوض شطر، وعموم الأسرة الكريمة وكل من ينتسب إليهم بنسب وقرابة، يتقدمون بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وشكر الله سعيكم جميعا، والبقاء والدوام لله. حضرات السادة، نترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.